السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا طفل يتقيأ على ملابسه في المنام. تدل رؤيا تقيؤ الطفل على الرزق والخير القادم إليك. قد يكون هذا الرزق ماديا أو معنويا. قد يرمز التقيؤ إلى بداية جديدة في حياتك والتخلص من الماضي بكل ما فيه من سلبيات. تفسير رؤيا طفل يتقيأ على ملابسه للعزباء. قد يعكس الحلم قلق العزباء بشأن مسؤوليات مستقبلها، خاصة إذا كانت تفكر في الزواج أو الأمومة. قد يرمز القيء إلى رغبة في التخلص من مشاعر سلبية أو ذكريات مؤلمة، وقد يكون الحلم إشارة إلى وجود شخص في حياتها يحاول استغلالها أو إلحاق الأذى بها. أما إذا كانت متزوجة وشاهدت طفل يتقيأ على ملابسها، فقد يعكس الحلم قلق المتزوجة بشأن تربية أبنائها أو مسؤوليتها كأم. قد يرمز القيء أيضا إلى وجود خلافات أو مشاكل في العلاقات الزوجية، وقد يدل على الرغبة في التوبة والتخلص من الذنوب والأخطاء. إذا كانت حامل، قد يعكس الحلم قلق الحامل بشأن صحة جنينها أو صعوبات الحمل، وقد يدل الحلم على رغبة في التوبة والاستعداد لاستقبال المولود الجديد. وأيضا يرمز القيء إلى قرب موعد الولادة. أما إذا كانت مطلقة وشاهدت طفل يتقيأ على ملابسها، قد يعكس الحلم رغبة المطلقة في التخلص من آثار تجربة الطلاق المؤلمة. قد يرمز القيء إلى بداية مرحلة جديدة في حياتها والتخلص من الماضي، وقد يكون الحلم إشارة إلى وجود شخص في حياتها يحاول استغلالها أيضا وإلحاق الأذى بها. أما إذا كنت رجل وشاهدت طفل يتقيأ على ملابسك، قد يعكس الحلم قلق الرجل بشأن مسؤولياته في العمل أو ضغوطات الحياة، فقد يرمز القيء إلى وجود خلافات أو مشاكل في العلاقة مع أفراد عائلته، وقد يرمز الحلم إلى رغبة في التوبة والتخلص من الذنوب أو الأخطاء. بشكل عام، قد يكون القيء في المنام رمز للتخلص من الهموم والمشاكل، وأيضا قد يكون رمز إلى التوبة والرجوع إلى الله، وأيضا قد يشير إلى وجود شخص يحاول إيذائك، وهو أيضا يدل على رزق قادم إليك. وكل هذا يصنف حسب تفاصيل الحلم وحالة الشخص وقت الرؤية. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.